يلا بينا نعمل فراخ محشية بالفريك بطريقة سهلة وجميلة جدا. طبق رئيسي لسفرة رمضان وشكلها جميل وحلوة جدا والطعم بجد خطيرة. اهلا بكم في اكلة وترويقة. لو اول مرة تشوفيني حط اشتراك للقناة ولايك للفيديو، ويلا بينا نخش على الوصفة على طول. اول حاجة انا بجيب الفراخ بتاعتي من بالليل، بحطها في محلول كده اهوت عشان يشيل منها اي زفارة خالص. انا بدعكها بالدقيق وبالملح وبالليمونة وبسيبها من بالليل لغاية تاني يوم. يلا بينا دلوقتي بقى نجهز للفريك. انا الفريك نقعته من بالليل عشان ما ياخدش سوا معايا. دلوقتي بقى انا هجيب معلقه سمنه وهجيب بصلايه يا دوبت، بس ايه انا هشوحها تشويحه بسيطه، وبعد كده هنزل بالفريك بعد ما اصفيه كويس، وهي دوبت هشوحهم هما الاتنين مع بعض، وهبتدي احط التوابل بتاعتي عليهم. انا هنا الفريك انا عايزه اسويه 3/4 سوا، علشان الفراخ ما بتاخدش وقت في السلق خالص، هي يا دوبت نص ساعه فبتستوي. فانا عايزه الفريك يكون مستوي معايا في قلب الفرخه، فهسويه دلوقتي 3/4 سوا. ده غير كمان ان انا عامل بالليل فهو مش هياخد وقت معايا في السوا خالص. انا هشوحه كده كويس مع البصلايه، وبعد كده هحط التوابل بتاعتي عليه. هحط له شويه ملح وسنه قرفه كده صغيرين وفلفل اسود بس، وابتدي اقلبه كده واشوحه مع بعض، وبعد كده نحشيه في الايه في الفراخ. الفريك اللي بيتحشي في الفراخ غير اللي بيتحشي في البطايه. البطايه انا بجيب الفريك مش بنقعه من بالليل ولا بسويه 3/4 سوا، انا يا دوبت بشوحه كده في البصلايه وبحشي بيه البطايه زي ما عملنا معاكم في الفيديو اللي فات. لان البط بياخد سوا جامد قوي على النار من ساعتين ونص ل3، في الفتره دي الفريك هيستوي مع البط ويبقى جميل. لكن الفراخ لازم اسويه 3/4 سوا. دلوقتي بقى انا جبت الفراخ بتاعتي وشطفتها كويس من المحلول اللي انا كنت نقعاها فيه، وهبتدي بقى ايه احشي الفراخ. في الفتره ديت انا هولع على الميه بتاعه السلق، وحطيت عليها بصلايه كده متقطعه شرايح وجزرايه وطماطم، وحطيت عليها ورق لورا وحبهان، وهسيبها بقى تغلي عقبال ما محشي الفريك تكون غليت ان شاء الله. هحشي دلوقتي بقى الفرخه بالفريك بالطريقه ديت كده، وهدخل الفريك برضو في قلب الجلد بتاع الفراخ من تحت الجلد كده، هحشيه برضو اهو بالطريقة ديت كده هدخله وهحطه. ما تخافيش هي مش هتفرقع ولا اي حاجة، مفيش اي فريك هينزل منها. دلوقتي بقى انا هاخد الفرخة كده وهكتفها من تحت، هدخل رجليها كده في قلب اللحم بتاعها وهكتفها. الطريقة دي جميلة جدا، بتخلي شكل الفرخة شكلها حلو، وفي نفس الوقت الفريك مش هيقع ولا اي حاجة. دلوقتي بقى انا هبتدي اسلقها كده اهي، الميه بتاعتنا غليت اهيت، وهنزل بالفرخه بالطريقه ديت، هخلي رجليها هي اللي من فوق كده اهو، اسيبها بقى تتسلق، هي مش هتاخد معايا نص ساعه. هسيبها بقى تتسلق وهتبقى جميله ان شاء الله. وهوريكم الشوربه بتاعتها دلوقتي عامله ازاي. بصوا بقى هي كده اتسلقت الحمد لله، الشوربه بتاعتها طالعه صافيه وجميله، ما فيهاش اي ريحه زفاره ولا ريم من فوق خالص. ده بسبب المحلول اللي احنا عملناها فيه وبيتناها فيه من بالليل. لما تبيتي الفرخه من بالليل في المحلول دوت بجد ولا بتطلع ريم في الشوربه ولا ريحه اي زفاره. دلوقتي بقى انا خدت الفراخ بتاعتي وجبت معلقه صلصه وحطيت عليها شويه زيت وشويه فلفل اسود وملح بس، وهبتدي بقى بالفرشه ادي الفرخه كده هو بالطريقه ديت كده هو مسحه بالصلصه كده بالشكل دوت، وهدخلها على الشوايه وهتطلع معانا جميله جدا. بص بقى المنظر، الفريك ده بقى اللي هو فاض من الفرخه انا خدته كملت بقيت سواه وحطيته حوالين السرفيس بالطريقه ديت، وطلعت معايا بالشكل ده والجمال ده، بجد ريحتها حلوه جدا وطعمها كان رهيب. الفريك مستوي مظبوط بالظبط مع الفرخه. لو لسه مكمله الفيديو معايا لغايه دلوقتي ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه، دمتم بصحه وعافيه.